طيب في الفيديو ده هنشرح بشكل سريع كده ايه الشكل الامثل لتوزيع الهواء جوه الغرفه بتاعتي. خلينا نفترض ان انا عندي غرفه بالمنظر ده، تمام، وخلينا نقول ان هنا ده يعني زي سنتر لاين كده، انا على النص بتاع الغرفه، تمام، وعندي المخرج بتاعي موجود بالشكل ده. بيبدا طبعا ده الجزء بتاع سقف الصائد بتاعي وده المخرج بتاعي، المفروض هيبدا يوزع الهواء. خلينا نبدا نعمل توزيع الهواء. طبعا ده نص الغرفه، يعني المفروض ان هو هيوزع بالشكل ده، تمام، وطبعا الجزء التاني هيبقى بيوزع بالشكل ده، بس احنا هيهمنا الجزء اللي احنا شايفينه. ازاي اظبط توزيع الهواء بتاعي؟ توزيع الهواء بتاعي المفروض ان هو يكون بالشكل ده، تمام. الشكل او اللي باللون الاحمر ده اللي احنا بنسميه البرايمري فلو، تمام. ده الهواء اللي خارج من المخرج مباشره، اللي درجه حرارته بتبقى اسقع من اللي انا محتاجه في الغرفه. لو انا محتاج هنا مثلا 24، في الاغلب ده بيبقى في حدود مثلا ممكن 13 او 14 سيليزيوس مثلا، تمام، وبيبقى اسرع في الاغلب من اللي انا محتاجه هنا في الغرفه بتاعتي. الهواء بيبقى خارج من هنا، مفروض ان انا عند السرعه اللي بتبقى موجوده عند الرقبه بتاعه المخرج دي اللي احنا بنسميها الاوتلت فيلوسيتي. الاوتلت فيلوسيتي دي طبقا للريكومنديشن بتاعت كارير بتبقى في حدود من 500 ل 750 فيت بير مينت. لو انا ظبطتها هنا هتساعدني في ضبط فلو بقيه الفلو بتاعي. طيب الفلو بيبدا يحتك هنا، طبعا بيبدا يحتك بيه الهواء اللي اوريدي موجود في الغرفه، بيحافظ على المشيان بتاعه ده او الفلو بتاعه كده لغايه ما يوصل لاخر نقطه اللي هي اخر الغرفه بتاعتي. طبعا طول ما هو ماشي بيبدا يفقد فيلوسيتي شويه، تمام. الفيلوسيتيز اللي هو بيبدا يفقدها دي معظم المصنعين بيتفقوا ان هي تبقى بنقيس عليها بعض القياسات عند 150 فيت بير مينت و 100 فيت بير مينت و50 فيت بير مينت. سرعات الثلاثه اللي احنا بنسميها دي اسمها التيرمينال فيلوسيتي. التيرمينال فيلوسيتي دي مهمه جدا لان هي بتحدد الثرو. اي مخرج عندي في الدنيا لازم يقول لي والله الثرو بتاعه قد ايه. يعني ايه الثرو؟ اكبر مسافه قدر ان هو يمشي فيها. مصنعين كتير بيدي لك عند ممكن 3 سرعات او سرعتين في الاغلب، تمام. لو هنفترض ان احنا عند سرعتين، فهو هيقول لي والله عند سرعه 100 فيت بير مينت هو كان قطع مثلا 2 متر ونص. طيب عند سرعه 50 فيت بير مينت هيكون هو قطع مثلا 3 متر. الارقام دي احنا بنسميها ده الثرو بتاع المخرج. اي مخرج في الدنيا لازم يديني الثرو ويقول لي الثرو ده ات مثلا 50 فيت بير مينت، تمام. احنا بنفضل ان الثرو يكون متناسب مع حجم الغرفه عند 50 فيت بير مينت. لو اضطريت تعمل الديزاين عند او الكتالوج معاك كان لغايه 100 فيت بير مينت بس، ممكن انت تسيب بافر في الغرفه. مش لازم الثرو يبقى مغطي الغرفه بتاعتك بالكامل، ممكن يبقى تسيب مسافه بعد كده. طب الهواء بعد كده بيحصل له ايه؟ طبعا المفروض الهواء عند اخر السرعه بتاعتي دي، هنا الجزء ده بيبقى ما بنسميه احنا الاكيوبايد زون. المفروض البني ادمين بيبقوا موجودين في المنطقه دي اللي هي تقريبا بتبقى في حدود المتر 80 من الارض، تمام. المفروض الفيلوسيتي بعد ما تبقى هنا بتبدا يفقد السرعه بتاعتها سواء عند 50 او فيت بير مينت او 50 او 100 فيت بير مينت، ويبدا ينزل بالمنظر ده عشان يبدا يحتك بالبني ادمين. هنا ده احنا بنسميه بقى الروم فيلوسيتي. طبقا برضو للريكومنديشنز بتاعت كارير، الروم فيلوسيتي الاوبتيمم ان هي تبقى 25، ممكن لغايه 50 فيت بير مينت يبقى الموضوع اكسبتد. اعلى من كده ممكن تسبب مشاكل زي الحرقان في العينين مثلا، او تسبب مشاكل زي ان لو في اوراق او حاجه تبدا تطير، وطبعا بتقلل الاندور اير كواليتي والراحه بتاعت البني ادمين الموجودين. ده طبعا الشكل الامثل لمخرج في شكل السقف، وده اللي انا بحاول في التصميم بتاعي ان انا اوصل للشكل ده بشكل كويس.